ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تفضلوا بخير واحسن حال. هنعمل مع بعض القلاش باللحمه، طعم حلو قوي. طبعا قبل ما اقول على اي حاجه، طبعا نصلي بينا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده هنجيب مع بعض 3 بصلات. تمام، هنجيب مع بعض فلفل الوان. زي ما انتم شايفين كده انا جبت نص كيلو من اللحمه. انا عملت ربع، تمام، وسبت الربع التاني لحاجه تانية، يعني حاجة استفاد منها. طبعا هنحط طبعا التوابل بتاعتنا، اي توابل انت عاوزاها تحطيها المتاحة عندك، مفيش اي مشكلة. طبعا زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، انا ما حبيتش ان انا اسيح السمنة، انا حاططها كده. طبعا هنجيب طبعا ورقة من القلاشة. تمام، هنحطها الاول. زي ما انتم شايفين كده هنحط، انا كان عملت لفتين قلاش. كل ما تحط طبقة تعملي عليها سمنة، تمام، بالفرشة زي ما انتم شايفين كده. اللي عاوز يسيح السمنه مفيش اي مشكله، بس انا بصراحه انا بحبها كده، يعني انا بحبها بالذات في القلاش او مثلا في الرقاق ما. انا بحب اعملها كده. لو انت مش متاح عندك القلاش ممكن تعمله بالرقاق عادي، بس لازم الرقاق لازم يبقى فيه شوربه علشان خاطر تعرفي تعملي الرقاق كويس. هنحط معانا اللحمه اللي احنا جهزناها. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، الربع عمل معايا كميه حلوه قوي، كميه كبيره. هنحط بقى طبقه الرقاق اللي احنا عملناها زي ما انتم شايفين كده. شايفين يا حبيبي انا بعمل ايه؟ اني بمسك الورق اللي فوق، تمام، زي ما انتوا شايفين كده. لازم تتني لتحت علشان خاطر اللبن والبيض اللي احنا هنحطه يبقى كويس. زي ما انتوا شايفين كده هنقطعها بقى. انا بحب اقطعها قبل ما احطها في الفرن طبعا، علشان خاطر لما اجي احط اللبن والبيض مع بعض، اللبن والبيض يبقى يعني حلو كده. هنجيب بيضة، هنجيب كوباية من اللبن. طبعا نحط طبعا التوابل بتاعتك، وطبعا نحط طبعا معلقة من الخل علشان خاطر ريحة الزفارة. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، دي طبعا سمنة. شكلها حلو قوي، لازم تقطعيها قبل ما تحطيها عشان تعرفي تقطعيها، عشان لما تيجي تقطعيها وهي زي ما انتوا شايفاها كده ما تعملش منك، ما تبصش منك وتتهري معاكي. فانت لازم تقطعيها قبل ما تحطها في الفرن بتاعك. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، اتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبك. ما تنسونيش بقى